أعلن نادي روما الإيطالي عن تعيين نجمه السابق دانييلي دي روسي مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه. ويسر نادي روما أن يعلن عن تعيين دانييلي دي روسي مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2024. وبعد 18 عاما كلاعب كرة قدم للجيالو روسي سيعود دي روسي إلى منصب المدرب. ولعب دي روسي 616 مباراة مع روما وأصبح قائدا وسجل 63 هدفا في جميع المسابقات، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي. ويحتل روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، ويتأخر الفريق بفارق 22 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان. وخرج من كأس إيطاليا عقب الهزيمة بهدف مقابل 0 أمام منافسه المحلي لاتسيو. وتوج صاحب الأعوام 40 دانييلي دي روسي مع روما بلقب كأس إيطاليا مرتين عامي 2007 و2008 وكأس السوبر الإيطالي في عام 2007.